الفيلم بتاعنا بيبدأ من 65 سنة فاتوا، وقت ما العالم كان قرب يتدمر بالكامل بسبب حرب نووية كانت هتعمل في البشرية إعادة ضبط مصنع. وفي يوم من الأيام الكهرباء قطعت وكل أنظمة الاتصال انهارت والدنيا كلها فصلت. وفي الوقت ده بنروح لأعماق غابات الأمازون وبنلاقي فيها عالم كان بيعمل أبحاثه، واكتشف هناك شجرة غريبة اسمها شجرة التكوين. والزهرة بتاعت شجرة التكوين دي كانت سحرية وفيها طاقة مهولة لدرجة إنها تقدر توفر كهرباء العالم كله لوحدها. ومع الاكتشاف ده البشر بدأوا واحدة واحدة يعيدوا بناء الحضارة من جديد بعد الخراب. وبعد الاختراع ده كل أشجار التكوين اتحطت تحت سيطرة الحكومة بشكل كامل. وبعد الحرب النووية حوالي 90% من الأطفال اللي اتولدوا جالهم مشاكل جينية، وعشان يحلوا المشاكل دي العلماء حقنوا الخلاصة بتاعت الزهرة جوه الحمض الوراثي للبشر. والنتيجة كانت إن كل إنسان بقى يتولد ومعاه نوع من القدرات الخاصة. يعني مثلا في ناس بقى سمعها حاد جدا، وفي ناس تانية نظرها بقى قوي بشكل مش طبيعي. والناس اللي اتولدوا بالقدرات دي اتسموا المتفوقين. ولكن في الجانب التاني حوالي 10% من الناس كانت مناعتهم ضعيفة وأجسامهم رفضت الزهرة تماما، وللأسف الناس دول اتسموا العاديين. ودلوقتي بنشوف بنت اسمها كلوي في معهد التكوين، وكانت موجودة هناك في رحلة مدرسية باعتبارها طالبة عادية. وفي نفس الوقت بنشوف أخوها ليون واللي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيستخدم كرسي متحرك. ليون دخل المبنى ومتنكر في شكل عام النظافة، وأول ما الكل اتشغل ليون بيستخدم جهاز وبيفتح باب مقفول وبيدخل منطقة محظورة. وبعد ما بيبص على الخريطة بيكتشف إن في حارسين واقفين قريب منه. ليون بيطلع لعبة صغيرة على شكل فار، وأول ما الحراس بيجروا وراه ويمسكوه فار ليون بيطلع شقي شويتين وبيطلع غاز منوم وبيوقع الاتنين في الأرض. ليون بياخد المفتاح وبيوصل لنظام التهوية وبيركب خزان غاز وكان مليان بالغاز المنوم اللي ابتدى ينتشر في المواسير وبيخدر كل العلماء اللي جوه. ليون بيلبس قناع وبيحاول يدخل المعمل، لكن كان محتاج كود عشان يدخل. وبيكلم كلوي أخته وبيطلب منها تجيب الكود الصح. وأخته كلوي بتسمع شوية ولاد بيقولوا إن الناس العاديين دول حشرات وملهمش أي لازمة ولازم يتقتلوا، ودمها بيتحرق وبيغلي وبتبدأ تتخانق معاهم. وطلبة تانيين بيدخلوا في الحوار والدنيا بتسخن أكتر والخناقة بتكبر. وفي حارس بيجري عشان يفض الخناقة دي، وكلوي بتمثل إنها ضعيفة وملهاش ذنب وهم اللي بيتنمروا عليها، وبتطلب منه إنه يساعدها. وفي نفس اللحظة بتسرق الكشكول اللي معاه من غير ما يحس، وجوه الكشكول بتلاقي الكود بتاع الدخول وبتبعته على طول لليون. وأول ما ليون بيستقبل الكود بيدخل المعمل بسرعة وبيطلع ساعة أمه القديمة واللي كان مكتوب عليها إن كل الناس ولاد 9 وإن الناس كلها متساوية. ولما قرأ الجملة دي مزجته وتشجع أكتر، وبعدها بيشد الدراع بتاع التحكم والآلة بتفتح وبيلاقي جوه شجرة التكوين. وليون بيمسك أداة قديمة وبيبدأ يكسر الزجاج، وأول ما يحاول يقطف الزهرة الشجرة بتطلع شوك حاد والإنذارات بتشتغل في كل مكان. ورغم كده ليون بينجح وبيحط الزهرة في كبسولة زرقاء، وبعدها بيتم الإعلان إن المبنى في حالة طوارئ وكل الناس لازم تخرج فورا. وكلوي بتحاول تستنى ليون لكن الحراس بيطلعوها غصب عنها مع باقي الطلاب. وبالحظ وستر ربنا ليون هو كمان بيقدر يهرب في الوقت المناسب، وبره ليون بيخبط في كلوي عن قصد والدبدوب بتاعها بيقع، وقبل ما يرجعه بيخبي الكبسولة جوه الدبدوب. والحراس بيفتشوا ليون وما بيلاقوش معاه غير الساعة وبيموتوا من الضحك على الكلام اللي مكتوب عليها، وبيقول على ليون انه عبيط. وبعدها واحد من الحراس بيفتش كل الطلبة ومحدش بيشك ان الزهرة كانت مستخبية جوه دبدوب. وبعد شوية كلوي وليون بيتفرجوا على الأخبار على شاشة كبيرة في الشارع، وسياسي اسمه فرانك بيقول ان الزهرة ممكن تستخدم بعد الولادة مش بس قبلها. وبعدها مباشرة مغنية مشهورة اسمها ميرا بتطلع وتعلن عن جولة مجانية في منطقة العاديين عشان يحصل مودة بين المتفوقين والعاديين ويكونوا متحدين سوا. وليون بيقول لكلوي ان السياسيين والمشاهير دول مجرد تمثيل وشو اعلامي وشوية منافقين، وبيفكرها ازاي شافوا قبل كده راجل فقير بيطرد من محل اكل وقريب منه عامل نظافة بيمسح ازاز واللي كان مكتوب عليه الموت للمتفوقين. وده بيوضح ان مش كل الناس راضية عن اصحاب القدرات. ومدير اعمال ميرا بيحذرها ان الوضع خطير والمنطقة اصلا مليانة مشاكل والتجمع هيبقى ضخم جدا، وبيطلب الغاء جلسة التوقيعات. لكن ميرا بترفض وبتقوله ان الوحدة مش هتيجي بالطريقة دي ومصممة انها تقابل الناس. كلوي واليوم بيرجعوا البيت والحراس بيفتشوا الهويات على بوابة منطقة العاديين. وبعد شوية اليوم بينزل يشتري حاجات، وكلوي بتتفرج على مقابلة فرانك في التلفزيون، وفرانك بيقول انه اخترع علاج يخلي العاديين يحسوا بنفس القدرات. وكلوي بتحس بأمل، لكن اليوم بيقول لها ان ده كله كذب. وبيرجعوا ورشتهم الصغيرة وبنكتشف
وبيكتشف ان كلوي دورها انها بتزرع نباتات، واليوم بيستخرج اجزاء الطاقة من الزهور، وبيعمل اطراف صناعية تساعد ذوي الاعاقة يعيشوا حياة طبيعية، ومصروفهم اليومي بيجي من شغل الزباين. وبعد ما بيخلص شغل، راجل من منطقة المتفوقين بيتصل وبيطلب تصليح، وكلوي بترفض وبتقول ان الزباين لازم هم اللي يجوا الورشة. لكن لما اليوم بيسمع ان الراجل هيدفع 3 اضعاف اللي هيطلبوه بيوافق فورا، وكلوي بتقلق لان الشغل ده مش قانوني، بس اليوم بيطمنها وبيقول لها انه عارف كل الطرق ومواقع الحراسة. وبيوصلوا بعدها المطعم فاخر، وبيجي طباخ وبيدخلهم من الباب الخلفي، والطباخ ده كان بيستخدم بدلة ميكانيكية عشان يعرف يمشي. وفجأة عصابة معادية للمتفوقين بتقتحم المكان وتقطع الكهرباء، واليوم بيخلص تصليح البدلة، والطباخ بيقول انه هيشوف الكهرباء ويرجع بالفلوس. والعصابة بدأت تكسر المكان وتقتل اصحاب القدرات، والترابيزات ابتدت تتكسر والجثث بدأت تتراكم، وزعيم العصابة بدأ يكتب رسالة على الحيطة. والطباخ رجع ومتغطي بالدم، وبأنفاسه الأخيرة بيحكي لكلوي وليون اللي حصل قبل ما يموت، والاتنين بيحاولوا يهربوا لكن الباب الخلفي كان مقفول. واليوم بيطلب من كلوي انها تساعده يلبس البدلة بتاعة الطباخ، واتنين من العصابة بيدخلوا المطبخ وما بيشوفوش غير الطباخ الميت، وهم بيكتبوا على الحيطة بيتكلموا عن عرض صغير بكرة. واحد منهم بيقترح فكرة لكن الزعيم بيهدده بسكينة وبيقولوا الخطة مش هتتغير. واحد من العصابة بيوقع ورقة وكلوي بتلمها، وصوت سيرينات الشرطة بيقرب والعصابة بتهرب. وفجأة البدلة بتشتغل لوحدها وبترمي ليون على الرخامة، واتنين بيهجموا عليه، واليوم بيقاوم باستخدام أدوات المطبخ والمية السخنة. وأثناء الخناقة قناع الزعيم بيقع ووشه بيبان، والعصابة بتمسك ليون وكلوي بتدخل وتنقذه. ليون بيرمي الزهرة عليهم وبيجري ناحية الباب مع كلوي، وبقوة البدلة ليون بيكسر الباب وبيهربوا. وبره ليون بيعاني في المشي، وكلوي بتسنده لحد حارة قريبة، وعربيات الشرطة بتعدي من غير ما تشوفهم. وكلوي بتكتشف ان رجل البدلة بايظة وبتساعد ليون يرجع البيت. تاني يوم الصحافة بتعرض اللي حصل، وصورة كاميرا مراقبة بتبين ليون وكلوي، والإعلام بيبدأ يقول انهم أفراد عصابة، وكل المعلومات بتوصل للشرطة. قائد القوات الخاصة هيوز بيعلن ان منطقة العاديين بقت بؤرة جريمة، وليون وكلوي بيترعبوا لما يكتشفوا انه هيوز هو نفسه زعيم العصابة اللي حاربوه. كلوي بتراجع الورقة وبتكتشف انها اعلان لحفلة ميرا، ومعاهم خريطة صغيرة، وبيفهموا ان العصابة ناوية تهاجم الحفلة وتلبس التهمة لناس زيهم. واليوم بيبدأ يلم حاجته عشان يهرب من المدينة، لكن كلوي بترفض وبتقول لازم يوقفوا الهجوم لان ناس ابرياء هتموت. واليوم بيقول ان راجل ذوي اعاقة واخته الصغيرة ما يقدروش يعملوا حاجة لوحدهم. كلوي بتعيط وبتقول انه جبان وبتجري، واليوم بيقف مكانه ومش قادر يمنعها. وبيجي فلاش باك وبيورينا ليون وهو صغير داخل مكتب ابوه، وهناك بيكتشف انه واحد من العاديين، واول ما ابوه بيعرف بيمسكه ويحبسه. واليوم بيفتكر اللحظة دي وهو باصص على ساعة امه، وساعتها بيقرر ان السكوت مش حل ولازم يتحرك. وبعد ساعات كلوي بترجع البيت وبتلاقي اليوم بيصلح البدلة، وكلوي بتساعده انه يلبسها، وهو بيقول لها انه ناوي يمسك هيوز ويجبره يعترف بكل اللي عمله. واليوم بيبدأ يصنع اسلحة من خردة وبيوريها قوته لما يعوج الحديد بايده. كلوي بتلاحظ اسلاك غريبة في البدلة وبتعمل مادة كيميائية بتفعل اسلحة مخيفة جواها. وفي نفس الوقت ميرا بتغني في منطقة المتفوقين، والدنيا كانت مقلوبة هناك، والناس بتزحف على السور والامن بالعافية مسيطر عليهم. وبعد الحفلة ميرا كانت رايحة ناحية الاتوبيس، والحراس ومدير اعمالها بيتهاجموا ويتقتلوا، وعربيات مليانة متمردين بتوصل وبيبدأوا يكتبوا شعارات على الحيطان. وهيوز بيهدد ميرا وبيأمرها تيجي معاهم. وفجأة اليوم بيظهر ولابس البدلة وكان ملثم، وبينط من البلكونة وبيدخل هجوم مباشر، ونباتات بتطلع من البدلة بسبب مواد كلوي، والعصابة بتضحك وبتتريق عليه. بس اليوم بيستخدم النباتات دي وبيقلبها سلاح عليهم، وبيبتدوا يتهزموا من الغاز والنباتات. وكلوي بتكلم ميرا من عربية مسروقة، واليوم مكمل قتال مع هيوز ورجالته. في الأول اليوم بيوجه ضربات جامدة، لكن بعد شوية العصابة كلها بتحوطه. في اللحظة دي كلوي بتدخل بالعربية في واحد منهم، واليوم بيستغل الفرصة وبينط جوه العربية، وميرا بتصرخ من الرعب ومفيش وقت للشرح، فكلوي بتدوس بنزين وبتهرب بيهم، وبيروحوا البيت بسرعة وبيقفلوا الأبواب. وبره العصابة بتلف في الشوارع تدور عليهم، وفي التلفزيون المذيعين بيقولوا إن في محاولة خطف لميرا وإن بطل مجهول أنقذها. وفي الوقت ده ميرا بتلاحظ إن اليوم مصاب جامد وبتبتدي تعالجه بسرعة، وبتقول إنها كان نفسها أصلا تطلع دكتورة، فكويس إنها لقت حد تجرب فيه. وكليو بتبتدي ترسم رسمة بطولية جدا لليون على شكل زهرة أسطورية، واليوم بيكره الرسمة جدا وحاسس نفسه مهرج فيها، لكن ميرا بتقوله إنها تحفة. واليوم بيحكي لميرا الحقيقة عن هيوز، وميرا بتقول إنها عايزة ترجع
ترجع بيتها بسرعة عشان تاني يوم عندها حدث مع فرانك في مركز الأسرة، واليوم بيحس إن العصابة المعادية هتستهدف فرانك بعد كده، وهو بيستنتج إنهم هاجموا ميرا النهاردة يبقى أكيد هيهاجموا فرانك بكرة. والعصابة دي فكرتها إنها ضد أي تحسينات بتحصل بعد الولادة، يعني هم مؤمنين إن الإنسان المتفوق لازم يفضل زي ما اتولد بالظبط، ونفس الكلام على العادي. وميرا بتقترح إنهم يبلغوا الشرطة، بس اليوم بيوقفها وبيقول لها إن هيوز نفسه قائد في الشرطة، يعني من الآخر حميها حراميها. التلاتة بيتفقوا على خطة جديدة، وتاني يوم ميرا واليون بيروحوا مركز تنظيم الأسرة وبيدخلوا يمثلوا إنهم عرسان جدد وعايزين يخلفوا. وبما إن ميرا مشهورة بتقول للدكتور إنها ما أخدتش ميعاد وإنها مخبية جوزها عن الإعلام عشان تحمي عيلتها وخصوصيتها. واليوم بيقدر يقنع الدكتور إنهم ياخدوا جولة في المكان، وأثناء الجولة اليوم بخفة إيد بيسرق المفتاح بذكاء، وبعد كده اليوم بيشغل الموظفين وبيقول لهم إن ميرا هتغني ليهم. كل العاملين بيتجمعوا في أوضة واحدة، وفي اللحظة دي العصابة المعادية بتدخل المكان واليوم بيواجههم لوحده، وأول ما بيهاجموا عليه اليوم بيطلع قنابل غاز بتسيح الأقنعة بتاعتهم. في الأول اليوم بيقاتل كويس جدا، لكن عددهم كان كبير وبيوقعوه على الأرض ويبدأوا يضربوه سوا. هيوز بيشيل القناع من على وشه وبيفضل يضربه بعنف، وفجأة حراسة فرانك بتدخل المكان والعصابة بتهرب، وميرا بتكشف إنها هي اللي كلمت فرانك واستنجدت بيه وقالت له إن اليون لوحده مش هيقدر على العدد ده. واليوم بيسأل ليه الحراس ما جريوش ورا العصابة، وفرانك بيرد إن اليون كان أهم عنده من العصابة. وساعتها الحقيقة الكبيرة بتتكشف، فرانك بيطلع هو أبو ليون، وكليوي بتتصدم صدمة عمرها لأن ليون طلع كذاب طول السنين دي كلها، لأنه كان مفهم أخته إن أبوهم ميت. وكليوي بتتقمص وبتزعل وبتجري من المكان، وأول ما الصحفيين يدخلوا فرانك بيتحول لوضع سياسي تلقائي وبيقول إن ابنه دليل إن الفجوة بين المتفوقين والعاديين بقت خطيرة، وبيحذر الناخبين إنهم لازم يختاروا بحذر. وبعد أسبوع بيعلنوا إن مشروع فرانك اتوافق عليه تقريبا من الكل، وإن أتوبيسات كتير بتوصل لمنطقة العاديين وبتنقل الفقراء لمعسكر علاجي بره المدينة، وبعد العلاج هيبقوا من غير مشاكل والمنطقة تتفتح والناس تعيش سوا. في المركز الطبي اليوم بيسأل عن كليوي وفرانك بيقول لهم إنهم مش لاقيينها، وأول ما ليون يجيب سيرة هيوز فرانك بيغير الموضوع وبيقول له ما يقلقش هو بس عايز يعالجه. ليون بيفكروا إنه لما حاول يعالج أمه اتسبب في موتها، وفرانك بيعتذر وبيعترف بغلطه وبيقول إن أم ليون سابت جواب لكنه كان خايف يديهوله، ولما اتشجع وقرر يديله الجواب كان ليون خلاص ساب البيت وطفش. واليوم بيبتدي يفتح الجواب وأمه كانت كاتبة فيها أنا آسفة إني سبتكم، وإنها كانت عايزة ليون يبقى راجل كويس لكنها كانت خايفة الغضب اللي جواه يدمر قلبه، وقالت له يتعلم يسامح لأن مفيش حد بيعيش للأبد. ليون بيعيط وهو بيفتكر أمه، وميرا بتاخده ويطلعوا يشموا هوا. وهم ماشيين ليون بيشوف كليوي وبيعتذر لها، وكليوي ما تقدرش تفضل زعلانة من أخوها كتير. ليون بيقول لها إنه متأكد إن فرانك هو اللي دبر كل الهجمات عشان مشروع يتوافق عليه، وإن أبوهم أصلا مش بني آدم وإنه شيطان ماشي على الأرض، وعشان كده كان مخبي على أخته الحقيقة دي. لكن قبل ما يفضحوه يبلغوا للشرطة هم محتاجين دليل واضح. كليوي جات لها فكرة واستلفت كاميرا من راجل عنده عين صناعية، وفي نفس الوقت الدكاترة أعلنوا عن المريض اللي بعده. كليوي زحفت جوه فتحات التهوية في المعمل وبدأت تصور. هيوز وفرانك كانوا بيتكلموا وكلامهم كشف بوضوح إنهم ورا كل اللي حصل، وفرانك وهو بيشرح خطته كان في نفس الوقت بيدي المرضى مهدئات، وقال إنه عايز يستخرج جين معين منهم ويحقنه في الناس اللي عندهم قدرات أصلا، وسمى ده الخطوة الجاية في تطور البشرية، وادعى إن الجين ده يخليهم أحسن وأقوى ويفضلوا شباب للأبد. وبعدها كليوي شغلت التسجيل لكل الناس اللي في الخيمة، وميرا عيطت واعتذرت للعاديين وقالت إنها عمرها ما كانت تعرف الحقيقة دي. وليون كرر رسالة أمه وقال إنهم كلهم ولاد 9 ومتساويين، وشجع الكل إنه يقاوم. وبعدها بيقول إنه محتاج بدلته بأي تمن. كليوي بتكشف إنها أصلا سرقت مفاتيح المخازن من بدري. وتاني يوم فرانكو ومعاه شوية ممرضات دخلوا أوضة ليون عشان يعالجوه، وليون كان لابس البدلة تحت الغطا، وفجأة بيمسك أبوه وبيخطف الحقنة من إيد الممرضات. وفرانك بيقول له أنا عملت كده عشانك يا ليون وأنا كنت عايز أعالجك بس ليون بيرد عليه وبيقول له أنت مش أب، أنت مجرد شيطان. وليون بيقفل عليه الأوضة وبياخد متفجرات من كليوي وبيجري ناحية غرفة المراقبة وبيتخانق مع الحراس هناك، لكن واحد منهم بينجح وبيضغط زرار الإنذار. وفي نفس الوقت كليوي بتقدر توصل الكاميرا بالكمبيوتر وبتبدأ تبعت كل الأدلة للشرطة. وقبل ما ليون يطلع ميرا بتقوله إنها بتحبه وبتطلب منه يرجع بالسلامة. وفي منطقة الخيام
الايام هيوز بيوصل ومعاه عصابته، وليون والعاديين بيحاوطوهم وبتبدا معركه كبيره. العاديين معاهم ادوات بسيطه زي معالق ومواسير، بس عددهم الكبير موازن المعركه. بدله ليون بتخليه قاتل اكتر من واحد في نفس الوقت، وهيوز بيطلب الدعم ورجاله مسلحين بيوصلوا المكان، وكتير من العاديين بيتهزموا في المعركه، وليون بيواجه هيوز لوحده. وبعد شويه هيوز بيوقع ليون في الارض، وليون بيحاول يهرب. في غرفه المراقبه واحد بيمسك ميرا من رقبتها، لكن واحد من العاديين بيدخل وبينقذها وبيقتله. الكمبيوتر اخيرا بيكمل رفع الفيديو، وكليوي بيتكلم الشرطه فورا. في المعمل ليون بيزحف عشان ينقذ نفسه، وهيوز بيهجم عليه من ورا، وبيتخانقوا وسط الترابيزات ولوحات التحكم. ليون بيفتح جهاز شجره التكوين وبيرمي حاجه تكسر الازاز، وهيوز بيتجنن وبيمسك ليون وبيضربه وبيخبطه في الاجهزه، والزجاج بيتحطم بالكامل. وهيوز بيكون على وشك انه يقتل ليون، وفجاه ليون بيقطف الزهره بتاعت شجره التكوين، وهو كان عارف ان اول ما تتشال الشجره هتطلع شوك. الشوك بيضرب في وش هيوز وبيموت ويقع في الارض. والشرطه بتوصل وبتقبض على كل رجاله فرانك بعد ما اكتشفوا الحقيقه كلها. كليوي وميرا بيجروا على ليون، وفي المره دي ليون بيقول لميرا ان هو كمان بيحبها. وبعد اسبوع كل قنوات الاخبار بتفضح خطه فرانك المرعبه، والناس بتقول ان في بطل ملثم هو اللي انقذ الجميع، وبتطلع اشاعات ان البطل دوت ابن فرانك. لكن الشرطه بتنفي الكلام ده وبتعلن ان فرانك هربان. الحكومه بتلغي سياسه الفصل بين الناس، وبيبقى لكل شخص حريه يعيش في اي مكان يختاره. ميرا جات لها اصابه في حنجرتها وما بقتش قادره تغني تاني، ولكنها بتكون عايشه حياه سعيده مع ليون. وفي اخر مشهد بنشوف فرانك وهو بيراقب ابنه من بعيد بنظرات كلها غل وحقد. وهنا الفيلم بتاعنا بيخلص. كلمه بقى ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب عشان نعمل الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والسبسكرايب بتوعك عشان نعرف ان احنا نقدم لك كل محتوى جميل. بس كده ونشوفكم على خير، سلام.